أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. عندنا هذه الزهرة، زهرة الباشن فروت، تفتحت، وأيضا يوجد هذه الزهرة أخرى. الآن سوف نقوم بعرض أو بشرح طريقة تلقيح زهرة الباشن فروت بطريقة بسيطة جدا وبدون استخدام أي أدوات. تابعوا معنا. بعد أن تتفتح الزهرة نأخذ هذا الجزء، لاحظوا هذا الجزء، نقطع هذا الجزء باليد يعني بدون استخدام أي أدوات. هذا الجزء يحتوي على حبوب اللقاح. نأخذ هذا الجزء ونضع حبوب اللقاح أيضا في هذا الجزء كما تلاحظون. وبهذه الطريقة أصبحت الآن الزهرة ملقحة. يعني يوجد عدة طرق لتلقيح الزهرة، ولكن هذه تعتبر أبسط الطرق وأسهلها وبدون استخدام أي أدوات. بعد تلقيح هذه الزهرة الآن نقوم بتلقيح هذه الزهرة الثانية، وتلقيح أي زهرات موجودة عندك بنفس هذه الطريقة. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.